بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلب ام رحيم، ما تستغربوش الفيديو ده كان يا حبايب قلب منسي. فانا قعدت ادور كده، يعني كنت بدور في الفيديوهات عندي فلقيته، فقلت انزله لكم بالمره. دول بقى معايا فرختين كده مقطعاهم قطع، الفرخه 8 قطع علشان كنا هنعمله بروست. خلاص طبعا بنفتح كده الاجزاء معانا. انا نقعهم طبعا في ملح وفي ليمون، ونزلوا كل الدم اللي فيهم. هشطفهم بقى عشان اشتغل فيهم على طول. معانا هنا نص كيلو شعرية لسان عصفور، معانا نص كيلو شعرية. طبعا ده الرز بالخلطة، انا عملته معاكم كتير، بس برضو هنشوفه مع بعض. خلاص. هنحط لهم بقى حوالي كوباية او كوبايتين رز، زي ما انا معوداكم يعني. خلاص يا حبايبي، طبعا هنسيبها على النار تتحمر، وهشتغل بقى هعمل ايه؟ تومية. التومية مقاديرها ايه؟ كوباية او كوبايتين مية، تسيبهم على النار يغلوا، وبعدين بتجيبي نص كوباية مية في باكو نشا، او في معلقتين نشا كبار، هتدوبيهم فيهم. واول ما المية تبدأ تغلي، هننزل كده بالنشا علشان هنعمل التومية. طبعا المية مفيش عليها سكر ولا ملح ولا اي حاجة خالص. يعني هي زي فكرة المهلبية كده هنعملها، وهنسيبها معانا لما تستوي وتجمد كده وتتقل. وبعدين هنسيبها تبرد وهكمل معاكم، لان الشعرية كانت على النار. خلاص. هنا الشعرية بتتحمر. كلكم عارفين بقى الرز بالخلطة انا بعمله ازاي، لان انا عملته معاكم كام مرة قبل كده. طبعا زي ما انا قلت، شعرية لسان عصفور وشعرية عادية، وهنحمرهم. اول ما بتتحمر هنزل معاكم بالرز. احط التوابل بقى بتاعتك، هنحط اللومي، هنحط قرفة عود، ورق لورا، و وبس مكعبين مرق، والملح بتاعنا. وهنسيبهم على النار. لو عندك مرق اللي هي شوربة ممكن بتزودي بيها، مفيش حطي مية زي ما انا حطيت كده. خلاص. هنا خلاص، وحطيت شوية توابل، وهسيبهم على النار لما يشربوا خالص. وهشتغل بقى في البروست. دول شوية لون زي ما انا قلت، علشان يعادلوا اللون، يعني تبقى الشعرية والرز ما يبقاش ابيض في وسط الشعرية زي ما انا عملته معاكم كده كام مرة. خلاص. هسيبه بقى لما يشرب اهو. كده بدأ يتشرب اهو. ههدي عليه بقى النار، وهركنه في جنب. وهشتغل بقى في ايه؟ هشتغل في البروست. خلاص. هنا انا كنت نسيت، يعني لقيت يعني عايز محتاج ملح، فحطيت عليه مكعب مرق. خلاص. وسبته على النار لما يشرب اهو. البروست بقى الخلطة بتاعته انا كنت جهزتها قبل الرز، بس ايه المقطع ده يعني اخرته شوية. معايا التوم والبصل وورق لورا وحبهان وشوية مية، وهفرمهم في الخلاط. لو انت حابة تحطي توم بودر وبصل بودر مفيش مشاكل. انا عشان ما كانش متوفر عندي فحطيتهم فريش. خلاص. فرمت الخلطة معانا، ومعانا شوية ونزلت بيها كده على الفراخ. وطبعا الملح وشوية خل، هضيف بقى برضه نص كوباية خل، وهسيبهم يتنقعوا معانا حوالي ساعة. انا كنت عملت زي ما قلت لكم يا حبايبي الخلطة دي الاول، وسبت الفراخ تتنقع فيها، وبعدين اشتغلت في الرز وفي التومية. خلاص. هنا بنحط إيه بقى؟ واحط لهم فلفل اسمر وكمون، التوابل بقى اللي انت حباها، والملح بتاعك. وبعدين هو نفس فكرة انا عملت برضو البروستد معاكم قبل كده. دول شوية بابريكا، عملته معاكم، عملت الستريبس وعملتهم يعني على القناة. فبرضو هنعمل ايه؟ هعملها لكم تاني كمان يعني. هنا التومية اهو. خلاص. انا الوقت اللي شغالة في التومية في نفس الوقت تنزلي كده بالخلطة اللي احنا عاملاها، او بالمهلبية اللي احنا عملناها، وتشغلي الخلاط في خلاط عادي. معانا كده كام فص توم،
بنزل بيهم واسيب الخلاط شغال. خلاص. طبعا هي كانت بردت بس ما بردتش قوي. دول شوية توابل. انا طبعا ما كانش عندي فلفل ابيض، بس حطيت شوية توابل اللي هي شوية كمون بس ما كترتش. ما بتحطش فلفل اسمر لان التومية بتبقى بيضة. خلاص. هنا بنشغل الخلاط. وهنزل ايه بقى؟ ما برضو ما بيحتاجش ملح كتير. هنزل دلوقتي بسرسوب زيت، وتفضلي مشغلة الخلاط. خلاص. بتنزلي بالزيت واحدة واحدة كده معانا لحد ما توصل للقوام المظبوط. هي بتبقى القوام بتاعها قوام يا حبايبي، قوام كريمي كده. خلاص. ما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود. والتومية دي على فكرة احنا كنت انا عملتها كمان في فيديو قبل كده. يعني انا عملتها معاكم اهو. كان اليوم ده عملت التومية، فضل منها طبق لتاني يوم. حطينا فيه فاكرين انا كنت عملت معاكم الشاورما في الفيديوهات بتاعة الفرح. الشاورما بقيت دي التومية اللي انا كنت مستخدمتها للسندوتشات الشاورما. ماشي يا حبايبي. هنا كده بعد ما كان فات ساعة وكنت عملت الرز وجهزت التومية، عملت ايه بقى؟ بدأت في التحمير. ده دقيق وعليه نفس التوابل. معلقة معلقتين نشا كبار. أهم حاجة النشا لأن النشا اللي هيخليها مقرمشة. وشوية توابل فلفل أسمر وكمون بالتوابل بتاعتنا يعني. وشوية بابريكا صغيرين، نص معلقة بابريكا. وحطيت عليهم كمان شوية كاري بتاع كركم أو كاري عشان اللون. خلاص. هنا بجيب القطع معانا قطعة قطعة وبنزل فيها في الدقيق وبقلبها كويس. وبرجع تاني انزلها في المية اللي انا كنت نقع فيها الفراخ. خلاص. اللي عايز يعني يعملها، علشان دي اللي بتعمل الكفر. لو انتوا عايزين حابين تعملوها في مية بيضة، بس انا بعملها في نفس مية الخلطة علشان طبقة الدقيق تبقى مشربة معانا من نفس الخلطة، وتبقى لها طعم، وتعزز معانا الطبقة كمان اللي فوق من الطعم بتاع بتاع الخلطة دي. خلاص. هنا ما بكترش القطع كتير. يعني يعني بعملهم كده وببدرها في الدقيق مرتين تلاتة زي ما انت حابة. كل ما بتكتري كل ما بتعمل معاكي طبقة اكبر شوية، او الكفر بيبقى مقرمش. خلاص. طبعا اهو زي ما انتوا شايفين ببدرها كويس بالدقيق وبنزل فيها في قلب المية وبرجعها تاني في الدقيق. بكون بقى مجهزة زيت معانا. زيت غزير في حاجة يعني في حلة صغيرة أو في الطاسة. لأن زي ما أنا قلت الكنتاكي ما بيتقلبش أو البروستد ما بيتقلبش. بتسخني الزيت بيكون بتسخنيه جامد، وبتسيبيه أول 5 دقايق على النار العالية. بعد كده بتهدي النار على النار المتوسطة علشان الفراخ دي يا حبايبي تستوي. لأن أنا حطيت هنا حوالي 4 قطع، مش أكتر من كده، علشان ياخدوا براحهم في التحمير. خلاص. يومها كمان احنا كنا عملنا مكرونة اهو جنب الرز. طبعا المكرونة طبعا كلكم شاطرين، بس انا جبت لكم الطريقة بتاعتها كده برضو. يعني هناخد افكار من بعض. هنا مقطعين بصلتين حلوين كده، او بصلة كبيرة وعليها قرنين فلفل، وهنشوحهم. طبعا المكرونة بتتسلق، وهننزل عليهم بالصلصة والتوابل. كله كده كان شغال مع بعضه في نفس الوقت. يعني المكرونة شغالة، الرز بالخلطة كان على النار بتردد، وفي نفس الوقت كنا بحمر البروستد. علشان البروستد بالذات بتاكل سخن، فلازم ان انت تكوني مجهزة كل الاكل. واخر حاجة خلص التحمير. كده خلاص بعد ما المكرونة اتسلقت بنقلبها كده في الصلصة على النار. طبعا الاكل ده كان ايام تجهيزات الفرح برضو يا حبايبي. وكان عشاء، كان معمول يوم كده يعني عشاء بالليل. آه، او كان غدا والله ما عدت فاكره. المهم ده التحمير اهو. بعد ما بيطلعوا ال القطع بتاعتنا بتتحمر، بنطلعها ونصفيها من الزيت كويس في مصف اهي. ما شاء الله هي اصلا باينه يا جماعه في الزيت ان هي مقرمشه. يعني مش لازم اوريكم الصوت او حاجه، هي باينه يعني الصوره بتتكلم عن نفسها. الفراخ باينه جدا واضحه ان هي مقرمشه، و عامله الكفر بتاعها، وباينه خلاص ان هي كده اصلا مستويه.
بطلع بقى في مصفى. ليه بقى مصفى؟ عشان ولو يعني لو عندك كمان مصفى سلك احسن كمان، عشان التهوية بتاعت الفراخ. لان زي ما انا قلت الفراخ لما بتحطيها بتطلعيها عشان تفضل مقرمشة، لازم يبقى فيه تهوية من تحت. ما لو حطيتيها على مناديل هتفضل شاربة الزيت ومكتومة، الكفر بتاعها هيبرد. هنا خلاص كنا خلصنا الاكل. فهنا الغرف بقى، وقت الغرف. طبعا ده الرز بالخلطة، والمكرونة عملنا بقى مكرونة ورز بالخلطة، وكنا عملنا الفراخ كنتاكي زي ما انتوا شفتوا، وعملنا جنبها تومية. لان اللي حابب مثلا ياكل بالعيش او ياكلها كده بالتومية. خلاص. ف سامحونا بقى يا جماعة، لان الفيديو ده فعلا كان منسي، بس انا قلت يعني انا هنزله لكم كمان بالمرة. دي المكرونة بتاعتنا اهي بعد ما احمرت، او بعد ما اترددت. قلبناها على الصلصة زي ما انا قلت، وحطينا لها التوابل وسبناها على النار 10 دقايق تشرب من الصلصة كده وتاخد طعم الصلصة. وغرفناها كمان معانا اهو، مخدتش اي وقت معانا. خلاص. طبعا اتمنى سامحوني تاني مرة، واتمنى الفيديو يا جماعة يعجبكم. هسيبكم بقى يا جماعة كده تتفرجوا على شكل الصينية. معانا تومية ومكرونة، وحطينا الشيبسي والفراخ. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.